انا مش عارف احنا هنكمل ازاي الموسم طويل عريض، مش عارف احنا بنكمل ازاي. احنا يا جماعه بنواجه منافسين زي الاهلي وبيراميدز قوائمهم مكتمله. الاهلي عنده مشكله واحده بس في خط الدفاع بسبب اصابه اشرف داري والمستوى المزري اللي قدمه يوسف ايمن. انا قايل لكم ان هو مش هامن انا ومدافع جاي من الخليج وعينيه خضراء، ما بامنش انا العيال دي، ما فيهمش امان. فالاهلي ممكن هيعاني دفاعيا في يناير، هيجيب مدافع ويحل الازمه. تلاقيه يجيب محمد اسماعيل، يرجع بيكهام من سيراميكا، هيجيب اي حد، هيجيب مدافع وهيحل المشكله، ما عندوش مشاكل كتير. وممكن هيجيب بديل لاسامه ابو علي، مع ان طاهر ينفع بديل لاسامه ابو علي وبداوا يدخلوه وطاهر كويس. لكن يمكن المشكله اللي هتواجه الاهلي هتواجهه متاخر، اسامه ابو علي. اسامه ابو علي عنده عروض احتراف كتير، الدوري الالماني وفي عرض من الدوري الايطالي كمان. فوسام كده كده هو لعيب اوروبي جاي من اوروبا. الاهلي بالنسبه له كانت محطه غايه الاهميه، يقدر يعمل فيها سي في كويس ويقدر يقدم نفسه للوكلاء وللانديه الكبيره بشكل اكتر من ممتاز. وده اللي تم السنه اللي فاتت وهيتم السنه دي. اللعيب عنده عروض في يناير، لكن هو هيكمل مع الاهلي لرغبته ان هو يكمل مع الاهلي لحد اخر السيزون. هو الراجل عايز ياخد هداف الدوري وعايز يحقق اكبر عدد من البطولات مع الاهلي تتكتب له في السي في بتاعه، وساعتها يقدر يروح اي نادي كبير. هي دي المشكله بس اللي هتواجه الاهلي، ان هو مش هيقدر يحافظ على اسامه ابو علي، لكن ده هيبقى في اخر السيزون. لكن طوال السيزون الاهلي مش هيعاني. مش هيعاني ليه؟ لان عنده سكواد. الاهلي عنده رفاهيه اللي تخليه مثلا لعيب زي عمر الساعي يخرج بره السكور شيت تماما. جايبينه بمليون دولار، 50 مليون جنيه. عمر الساعي لو في الزمالك كان هيبقى اساسي، اساسي. وده ياكد لك قد ايه انت سكوادك ضئيل. يا جماعه انا ببص على خط هجومي بلاقي فيه سيف الجزيري اللي نصنا بيختلف عليه، بلاقي فيه عمر فرج لعيب لا يصلح، بلاقي فيه سامسون لعيب لا يصلح، بلاقي فيه ناصر منسي مع احترامي ليه ومع احترامي للجون اللي جابه ناصر هاج والكلام ده كله، لكن هو لا يصلح. اللي يمكن فيه الامل شويه هو حسام اشرف. فانا عندي واحد احنا مختلفين عليه زي الجزيري، وواحد فيه الامل زي حسام اشرف. الباقي حشو، الباقي يمشوا، الباقي منتهيين، الباقي لا يصلحوا باي حال من الاحوال ان هم يلعبوا في نادي درجه اولى، مش في نادي الزمالك يا جدعان. ده خط هجومي 5 أونطة. هو واحد الجزيري بيقدم ماتش او ماتش لا، وواحد مبشر زي حسام اشرف ممكن يجي منه واسمه ابنك. ما عنديش مهاجمين، فانا محتاج افوق كل دول واجيب مهاجم عليه القيمه يا جدعان. والله العظيم 3 مأساة يعني، عدد في الليمون من غير اي فايده، من غير اي فايده، حاجه تحرق الدم يعني، من غير اي فايده. نص الملعب زياد كمال ودونج، عندي احمد حمدي غايب، وعندي محمد السيد لسه بيقول وعيل ناشئ وكده. زياد كمال ماتش عن ماتش عن ماتش بيثبت حقيقه واحده بس، ان ده مش لعيب. المفاجاه ان هو لعيب في الزمالك، لا المفاجاه اصلا ان ده كان بيلعب اساسي في انبي ازاي. ده اللي بستغرب له بجد يعني. لعيب، لعيب تخين يا جدعان. انت عمرك شفت لعيب دايره تخين؟ لعيب تخين يا جدعان، لعيب تخين، لعيب تخين ومجهوده قليل وتعبان ومفيش التحامات، مفيش رؤيه، مفيش اي امكانيات خالص. ازاي ده جه بشروط العقد دي؟ مين بص عليه؟ مين شافه؟ مين شافه فعلا؟ انا مش عارف فيه ايه يا جماعه. احنا بس مش بنجيب لعيبه لا تصلح للزمالك، احنا بنجيب لعيبه لا تصلح اصلا تلعب درجه اولى. احنا في مصيبه سودة. انت ليه فشلت في تسويق مهاب ياسر ولا محمد عاطف ولا سامسون ولا الناس دي كلها؟ ليه فشلت في تسويقهم؟ ولا سيف جعفر؟ لانهم اصلا ما يصلحوش يلعبوا درجه اولى. تشكيله الزمالك عباره عن عبد الله السعيد ولاعيب كبير زي زيزو، والاثنين مدافعين زي حسام عبد المجيد والمسلوسي مثلا، وباك يمين مجتهد زي عمر جابر، وباك شمال محترم، وجون محترم. باقي اللعيبه كلها وناصر ماهر طبعا، باقي اللعيبه كلها لا تصلح انها تلعب في الزمالك ولا تلعب درجه اولى اصلا. فرقه الزمالك كلها لو مشيتها كلها مش هيروح، مش هتلاقي حد فيهم راح زد ولا راح بيراميدز ولا راح نادي كبير ولا راح المصري حتى، لا ولا سيراميكا. هتلاقيهم كلهم اتوزعوا على انديه الدرجه الثانيه والمحله ومش عارفه وحرس الحدود والجيش. قسما بالله العظيم احنا سكوادنا متواضع لاقصى درجه، والمجلس فشل ذريع في اتمام صفقات. فشل ذريع. هتقول لي غرامات كده، اقول لك كان ده، اقول لك ما انت مشيت حالك وجبت. ادم قدرت تجيب ميشيلات كنت ممكن تجيب حد احسن منه، ادم قدرت تجيب عمر فرج بالشروط دي كنت ممكن تجيب حد احسن منه. حضرتك ما دعمتش اي مركز من اللي انا محتاجه خالص نهائي. اوعى تقول لي سكاوتنج تيم ولا كلام من ده، احنا ما عندناش اي حاجه يا جدعان. الامر النهي احمد سليمان وحسين السيد، بالذات احمد سليمان. واحمد سليمان مش هيسمح ان يبقى فيه سكاوتنج تيم ويبقى فيه مدير تعاقدات ويبقى فيه نظام.
من الاخر يعني. هي دي السبوبه، هو ده الشغل اللي بيعمله. وطالع كل شويه يقول لك انا عندي سكواد ما جبتوش. يا عم السكواد اللي ما جبتوش انت تعبان في عقلك. انت بتعامل ناس مغيبين. مش هلاك ده سكواد ولا عمر فرج ده سكواد؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت في غفله من الزمن وبتدابير ربنا. يمكن عشان الجمهور قدرت تاخد ناصر ماهر بمعجزه، ووليد دعبس بيدفع الثمن لحد دلوقتي، كل يومين ثلاثه الخطيب يتصل بيها ازاي سبته له؟ وبسببه انت مش عارف تجيب اي حد كان اكس اهلي. يعني انت رحت تجيب بيكهام ما عرفتش، رحت تجيب احمد ياسر ريان سيراميكا ما رضيش بسبب ناصر ماهر. ده جه في غفله من الزمن. عبد الله السعيد كناش نتوقع ان راجل في نهايه مسيرته قارب على ال 40 يقدم المستويات العظيمه دي، فدي بمحض الصدفه. محمد شحاته كويس ومش عارف ايه، كتر خير الدنيا. بنتايج برضه في غفله من الزمن صدفه. باقي الصفقات فين؟ جبت لي مهاجم عدل؟ لا. جبت لي جناح عدل؟ لا. انا بمشي الاسوأ عشان اجيب لك اسوأ منه. مفيش نادي كده في العالم. والله نضاي قد بشلاك ده 10 مرات، والله العظيم. سامسون احسن من عمر فرج. انا مش ببالغ والله يا جدعان، ده كان بيلعب ناصر منسي على عمر فرج. فاي مهاجم مصري هيكون احسن من عمر فرج. سامسون اللي ملوش علاقه بكره القدم احسن من عمر فرج. احنا في نصيبه سودة. احنا في نصيبه سودة بسبب المجلس، بسبب اداره الصفقات. يا جدعان انتوا ما اتعلمتوش من يناير؟ هنلطم يا جدعان؟ ما اتعلمتوش من يناير يا جدعان؟ واللي حصل فيه نفس الغلطه بتكرروها برضو يا جدعان. يا جدعان اشتغلوا بقى لله، بقى اشتغلوا لله، افهموا لله، خلوا الناس اللي بتفهم هي اللي تدورها. بلاش كده يعني، بلاش الجو. الكابتن احمد سليمان عايز يسيطر على كل حاجه، والكابتن حسين السيد عايز يسيطر على كل حاجه، وده عايز يبقى ليه الامر الناهي، وده بيتفاوض، وده بيخلص، وده مش عارفه بيعمل ايه. واحنا في الاخر النتيجه كده، النتيجه صفر. النتيجه صفر. النتيجه فشل. النتيجه فشل ورا فشل. هتقول لي معناش فلوس يا سيدي، ما انت جبت ببلاش اهو. ما انت اللي يجيب ميشيلاك يدفع له 500,000 دولار من مرتبه كان يقدر يجيب وينج مكانه بنفس المرتب. وينج عليه القيمه. ما اظنش ان المدرب يوافق عليه اصلا. انت جبته، المدرب كان طالب الواد الاشول موسى بارو ولا مودي بارو ده بتاع اهلي جده. انت لازم ده. ليه؟ عشان رئيس نادي احد صديق الكابتن احمد سليمان واحمد، وعايز يجامل احمد ويجامله في صوره الزمالك. ما سالتش نفسك يا كابتن احمد ان اللي قبلنا قالوا يا الحدايه بترمي كتاكيت؟ عمال تقول راجل زملكاوي محب، راجل زملكاوي محب، اصلا راجل اهلاوي. رئيس نادي احد ده اهلاوي قسما بالله، ومعروفه وليه تصريح قبل كده قال فيه ان هو اهلاوي. هو مشاه كابتن عشان مرتبه كبير عليه ويقدر يجيب حد احسن منه بنص المرتب ده. هو وفر على قفاك يا كابتن. هو وفر على قفاك. هو ما كانش لاقي نادي اصلا يدفع له 500,000 دولار اللي حضرتك دفعتهم، لان اللعيب بياخد مليون دولار ولا مليون و100 كمان. هو ما لقاش نادي يدفع ال 500 دول غيرك، لان اللعيب قيمته في السوق ما تجيبش 100 150. بيلعب في انديه تعبانه اللي هو جاي منها بولندا ومش عارف ايه. فانت كنت زبون. انت كنت زبون. يعني سذاجه الصراحه، سذاجه منقطعه النظير. وكمان عنده يعني مشكله ان هو مش مدرك ان اللي عمله ده كارثه. لا ده بيقول لك اللعيبه كويسه. ايه يا عم انت عندك عين غيرنا؟ انت بتشوف غيرنا؟ ايه يا عم في ما تتقي الله يا عم؟ اتقي الله يا عم.